الولد أخد شنطة ست في الأتوبيس كانت قيمتها $1,000,000، فك أجزاء الشنطة ورماها من الشباك، ولما الست خدت بالها كان الوقت فات خلاص. بعدها الولد طلع سكينة، قطع الشنطة وكسر الموبايل اللي جواها ورماه هو كمان من الشباك. الست على طول قالت للسواق يوقف الأتوبيس، ولما وقف نزلت بسرعة تدور على الشنطة، ولما لقيتها شافت إن الشنطة كانت اتخربت خالص، وحتى الموبايل والساعة اللي فيها كانوا بايظين. في اللحظة دي أم الولد هددت السواق وقالت له يتحرك بسرعة وإلا هتقدم بلاغ، فالسواق ما كانش قدامه غير إنه يمشي. الست بصت وراها وما شافتش غير الأتوبيس وهو ماشي ووش الولد اللي بيضحك بسخرية، فقررت إنها لازم تنتقم. الولد وأمه وصلوا المدرسة علشان كان أول يوم للولد في التقديم، لكن المفاجأة إنهم قابلوا الست هناك تاني. الست على طول طلبت منهم يعوضوها، لكن الولد قال إنه مش هيدفع حاجة. الست قررت تتصل بالشرطة، لكن الأم ضربتها بالقلم وقالت لها لو تقديم ابنها اتأخر مش هتسيبها في حالها. بس اللي ما كانوش متخيلينه إن الست دي كانت المديرة المتكبرة بتاعة المدرسة نفسها. على طول نادت على الأمن وقالت لهم يطردوا الولد وأمه بره. الأم ما صدقتش إن واحدة في سنها دي تبقى مديرة، فكلمت سكرتيرة المديرة وقالت لها إن في واحدة بتدعي إنها المديرة، لكن السكرتيرة قالت لها إن الست دي فعلا هي المديرة. الأم خافت جدا وبدأت تتوسل للمديرة تسامحها، وحتى ضربت نفسها بالقلم قدامها، لكن المديرة رفضت تسامحهم وأمرت السكرتيرة إنها تمزق أوراق تقديم الولد، وبعدها قالت للأمن يطردوهم بره المدرسة. وهم ماشيين الولد بالصدفة عرف مكان مكتب المديرة، فرجع لوحده ودخل مكتبها من غير ما حد يشوفه، ومسك فازة أثرية قيمتها 5 ملايين وكسرها على الأرض. ومكتفاش بكده، ده كمان بوظ كل الفازات واللوحات اللي في المكتب. الولد مشي متفاخر وهو مش عارف إن اللي عمله ده هيبوظ حياته وحياة أمه بالكامل.